مقتدى الصدر يعطي كارت أحمر للمالكي. نشر صالح محمد العراقي وزير القائد المقرب من زعيم التيار الصدري تغريدة على موقع فيسبوك قال باسمه تعالى الأمثال تضرب ولا تقاس. مارادونا في أحد مباريات كأس العالم تعرض للكثير من العرقلات والاحتكاك من اللاعبين، ولم يكن الحكم منصفا معه في احتساب الأخطاء والضربات الحرة لصالحه، لكن صبره قد نفذ لتعمد اللاعبين إيذائه، فارتكب ضد أحد لاعبي الخصم خطأ فأسقطه أرضا، فسارع الحكم إلى إشهار الكارت الأحمر بوجهه. يقول زين وين رباط السالفة؟ سنوات ونحن نتعرض لهجمات شرسة من الإعلام وتصريحات واتهامات وتشكيك تهم جزافا وليس مجرد نقد أو اتهامات مصحوبة بأدلة. نعم، منذ سنوات وقائدنا يتعرض بسبب معاداته الفساد إلى شتى أنواع التهم: سعودي، قطري، إماراتي وامريكي، تطبيعي، صاحب أجندة خارجية، مدعوم من الخارج، دموي، دكتاتور لا يفقه من السياسة شيء، جكسارات، طائرات خاصة، سني يصلي بلا تربة، صاحب تناقضات، يفرض إرادته على الغير، متقلب المزاج، خارج عن نهج أبيه، متسرع لا يستشير، كتاباته بقلم آخرين، ليس عنده ثوابت، يريد أن يكون خميني العراق. وإنني هنا لا أريد الاستدلال على عدم صحة هذه التخرصات، فكلها بين كذب وبين أمور مبالغ بها إلى حد يخرجها عن الصحة والحقيقة، وفيها ما هو غير ممنوع ولا حرام. لكن جل ما أريد أن أقوله أننا تحملنا كل ذلك، وكما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن حينما وجدنا أن الأمر زاد عن حده، وخصوصا بعد أن أمنوا شرنا إنجاز التعبير، فصاروا ينعتوننا بأننا أعداء الوطن والدين والمذهب، فنفذ صبرنا، فحاولت الدفاع عنه ببعض المقالات الهجومية، حيث أن الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، ولم نلجأ إلى تكميم الأفواه كما فعل بعضهم مع عماد باجلان. وعلى سبيل المثال الحصر، إلا حينما يكون الكلام ضد شهيدنا الصدر قدس سره فجن جنونهم وزاد صراخهم، ويريدون إشهار الكارت الأحمر بوجه من يدافع عن سماحته، فتلك قسمة ضيزة وكرة خاسرة. وأنني هنا لا أطلب سكوتهم، بل أنصحهم أن يتحلوا بالأخلاق وبشرف الخصومة، ليس إلا وأن لهم ذلك فبيوتهم أوهن من بيت العنكبوت، وحججهم ماهية، ونهجهم السياسي عورة، لا يملكون لأنفسهم ولا لقراراتهم منطقا سليما للدفاع عنه إلا بالسباب والشتائم وكيل التهم. فهم ذهبوا إلى السعودية وهم أصدقاء قطر، وهم أتباع من جالس الإماراتيين، وهم دخلوا مع الدبابة الأمريكية وذهبوا لأمريكا وفاوضوها من أجل تحرير أنفسهم من السجون، وهم أقرب الأجندات الخارجية الشرقية أو الغربية، وهم أصحاب الصولات الدموية، وهم أصحاب الولاية الثالثة التي أزحنا كابوسها عن العراقيين، وهم لا سياسة لهم إلا القتل والحكم، وهم أصحاب السيارات والطائرات الفاخرة والمنازل الفارهة والمزارع الواسعة، وهم للإخوان أقرب، وقد ملئت تناقضاتهم الخافقين، فمن معاداة التطبيعيين كما يدعون إلى أحضانهم. وأخيرا أقول: مارادونا من يكسر للاعب مو مثل أي لاعب، ومارادونا لم ييأس رغم كثرة الصدمات، لكنه بصدمة واحدة منه أزاح أكبر اللاعبين عن طريقه، والكارت الأحمر بعد بيدينه. هذا ما جاء في